أبوي الله يرحمه حرص على تحفيظنا كتاب الله مذ كنا صغارا، وعلى الرغم من أن أبي لم يكن يجيد القراءة ولا الكتابة، إلا أنه كان حاصلا على أعلى الدرجات العلمية، الدكتوراه في التربية. كان يعلم رحمه الله مدى تأثير القرآن على الأخلاق والسلوك وعلى اتساع المدارك والأفهام، ولذلك أنا حفظت القرآن الكريم وأنا صغير، ووجدت أثر حفظ القرآن في كل دقيقة من دقائق حياتي. وجدت أثر حفظ القرآن في استقامة لساني، في توسع مداركي وأفهامي، ولذلك أحببت أن أرى أثر حفظ القرآن في أبنائي. قبل 7 سنين احتفلنا بإتمام نايف حفظ كتاب الله الكريم، والآن نايف ما شاء الله في المستوى السابع في كلية الطب، وعبد العزيز اليوم نحتفل بإتمامه حفظ كتاب الله وهو في السنة الثالثة المتوسطة، وقريبا إن شاء الله نحتفل بعصام الذي يدرس في السنة الرابعة الابتدائية. في أي سورة وصلت يا عصام؟ الزمر. ما شاء الله، في سورة الزمر. طبعا سورة الزمر في الجزء 24. طبعا عصام يبدأ الحفظ من قل أعوذ برب الناس من الجزء 30، يعني الآن وصل إلى الجزء 24، يعني حافظ الآن 6 أجزاء. وإن شاء الله قريبا بإذن الله نحتفل بإتمام عصام لحفظ كتاب الله. علموا أبناءكم حفظ كتاب الله. في أمان الله.